نرحب بكم أيها الرفاق والرفيقات في خيمة الاعتصام للمطالبة بالكشف عن وضع القائد عبد الله أوجلان ورفع العزلة المفروضة عليه ونيل الحرية الجسدية له. صباح المقاومة والصمود، رفاقنا رفيقاتنا، إننا متواجدون اليوم في هذا المكان وتحت هذه الخيمة من أجل المطالبة برفع العزلة عن القائد عبد الله أوجلان. ولكن ما يجب علينا ذكره مجددا أن القائد عبد الله أوجلان اعتقل منذ 24 عاما من خلال مؤامرة دولية شارك فيها العديد من الدول الرأسمالية. للمؤامرة الدولية على القائد عبد الله أوجلان، حيث هذه المؤامرة استهدفت بشخص القائد وفكره شعوب المنطقة كافة، والعمل على إبادتها من خلال وضع القائد في سجن إمرالي، حيث المعاملة فيه لا تمت للإنسانية بأي صلة، حيث أن سجن إمرالي هو مكان زائع الصيد بإلحاقه الضرر الكبير بجسد الإنسان نظراً لمناخه الناجم عن وقوعه وسط عرض البحر، ولطالما استخدم منذ عهد الإمبراطورية البيزنطية مكاناً لنفي أكثر المحكومين الذين تعتبرهم الدولة خطراً يهدد كيانها. في هذه الخيمة في مقاطعة منبج، خيمة للمطالبة بفك العزلة عن القائد عبد الله أوجلان. ها هي السنوات تمر وما زال قائد الشعوب يقاوم هذه العزلة الدولية، ويخوض القائد عبد الله أوجلان مقاومة تاريخية ضد هذه العزلة المطلقة ضمن جزيرة معزولة عن العالم، جزيرة إمرالي المدججة بالحراسة الأمنية. هذا العمل المخالف لجميع القوانين الدولية والأعراف الإنسانية، إذ أنه لا يوجد في القانون مادة تنص على اعتقال الإنسان قاوم بفكره وكان هدفه الأسمى بناء الإنسان وتحريره وبناء مجتمع حر، إذ أن القوانين لا تجرم الإنسان الذي يفكر والذي يناضل لأجل شعبه، إذ كانت ضريبة تفكيره باهظة كثيرا، إذ تآمرت عليه الدول من كل حدب وصوب. أي إنسان عمره فوق 60 يحتاج لمراجعة الطبيب بشكل أسبوعي، وأكيد في بينكم رجال ونساء تجاوز 60 ويراجع الأطباء باستمرار. هذا واجب صحي على الإنسان ممن تجاوز فوق 60، وواجب على الطبيب تأمين الخدمة الطبية له، لأن بعد 60 الإنسان يتعرض للضغط، يتعرض للسكري، يتعرض لمفاجآت غريبة عجيبة. مراقبة تحليل الدم الأسبوعية هذه واجب على الطبيب وواجب على المريض، على المريض أن يراجع الطبيب وعلى الطبيب أن يهتم بمريضه. نحن اليوم في خيمة تضامن مع القائد عبد الله أوجلان، هذا الرجل الذي تجاوز 70 من العمر، هو بحاجة لعناية طبية وبحاجة لعناية صحية. لو كان موجود في البيت فمن باب أولى، كونه موجود في السجن فبحاجة لأكثر من عناية طبية. أناشد جميع المنظمات الطبية الدولية العالمية بدون استثناء، وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية ومنظمة أطباء بلا حدود. أناشد جميع رؤساء العالم، أناشد جميع أحرار العالم ونساء العالم ورجال العالم، أناشد جميع الرؤساء العرب بدون استثناء، أناشد كل إنسان حر شريف في العالم أن يتدخل وأن يتوسط لإعادة حرية القائد لما كانت عليه والإفراج عنه بالسريع العاجل. هنا في هذه الخيمة للتنديد بالعزلة المفروضة على المفكر والفيلسوف والقائد عبد الله أوجلان. هذه المؤامرة التي كانت مؤامرة دولية ونتيجتها كانت أسر القائد عبد الله أوجلان منذ عام
1999. كونها كانت صعبة، وأول ما بدر لي ضرورة الرفع من مستوى النضال وجعل العدو يحتاج إلى القائد آبو. عندما سمعت نبأ اعتقال القائد كنا في المؤتمر السادس لحزب العمال الكردستاني. عندها فتحنا التلفاز، كان بولند أجاويد يعلن اعتقال القائد أوجلان الآن في تركيا. قبل 15 من شباط تعرض القائد أوجلان خلال 117 يوما لسلسلة من المؤامرات والخيانة.